ازيك يا عزيزي الفنان؟ عامل إيه الاخبار؟ اتمنى تكون بخير وفي احسن حال. لو انت ما تعرفنيش فانا عاصم درويش، ودي تعتبر اخر حلقه من سلسله المنتدى اللي هنتكلم فيها عن ازاي تكتب برومبت رايق يطلع لك الديزاين الرايق اللي انت بتتخيله في دماغك. عشان ناس كتير لما بتكتب برومبت بتطلع حاجه هي يعني حاجه غير اللي هي عايزاه، فبناء عليه الموضوع مش عشوائي، الموضوع محتاج شويه تفاصيل كده تكون فاهمها وانت بتكتب برومبت. فلو انت مهتم ما تنساش تعمل لايك سبسكرايب وتفعل زر الجرس، ويلا بينا ندخل على الفيديو بتاعنا. طيب يا عزيزي الفنان، معلومه بس قبل ما اكمل يعني انا لسه مخلص، انا صورتها يعني بعد ما صورت الحلقه كامله حصلت مشكله تقنيه يعني في الصوت، فبناء عليه هرجع اصورها تاني. فعشان كده انا مجهد حبتين، لكن ربنا يقدرني واصورها تاني. طيب زي ما انت شايف كده يا عزيزي الفنان، الليله كلها النهارده هنتكلم عن فكره برومت على الرايق. هنتكلم في جوانب كتيره جدا بتتحكم في البرومت اللي انت بتدخله الاي اي، لان احنا لازم نكون فاهمين ان البرومت هو اللغه اللي انت بتتواصل بيها مع الاي اي، فلازم تكون مراعي حاجات كتير كده وانت بتتكلم مع الاي اي عشان تقدر تطلع بالحاجه اللي انت عايزها. طبعا ده هيفيدك في حاجات تانية كتير، يعني مثلا لو انت بتدور على استوكات معينة عشان تقدر تعمل بيها ديزاين في خيالك مثلا، فأكيد طبعا معناش فلوس إن احنا نشترك في شاتر ستوك ولا في فري بيك. فبقى الحاجة الوحيدة اللي انت لازم تستغلها صح هو فكرة البرومت، ان انت دلوقتي بأي برومت تقدر تطلع أي حاجة انت عايزها. أول حاجة وهي السبجكت، وأنا داخل أقول بسم الله الرحمن الرحيم كده وداخل أكلم الاي اي عشان أطلع بالصورة اللي أنا عايزها، لازم أقول له هو أنا عايز مين اللي في الصورة، مين هو بطل المشهد اللي في الصورة، ايه هو السبجكت اللي موجود جوه الصورة. فهل هو لازم نحدد النوع، هل هو انسان، هل هو حيوان، هل هو طائر، هل هو جماد، هل مكان. لازم نحدد بالظبط مين هو بطل المشهد. تمام. طيب ايه تاني؟ لو انا بتكلم على منتج فلازم اقول له تفاصيل المنتج ده ايه، هل المنتج ده قديم جديد، لونه شكله موجود فين، محطوط على ايه، تمام، والى اخره. من الاخر كده احنا لازم نكون فاهمين انه ايا كان الموديل اللي انت بتتكلم معاه فلازم تتكلم معاه بتفاصيل، لازم يكون فيه موجود تفاصيل. هو مش منجم حضرتك، انت لما تقول له انا عايز صورة لساعة هيعمل ايه؟ هيجيب لك صورة لأي ساعة في أي مكان في أي، فاهم حاجة؟ هو مش عارف، هو هيكمل من دماغه وهيجتهد وبالتالي هيطلع لك نتيجة انت مش عايزها. هو مش منجم، هو مش فانوس علاء الدين هيتوقع اللي انت عايزه، فلازم تقول له كل حاجه انت عايزها بالتفصيل. زي بالظبط كده المثل ده، انا لما قلت له انا عايز ساعه راح مديني صوره ساعه قديمه معفنه مقطعه، محطوطه على ترابيزه كمبيوتر، مش ع- انا ما قلتلوش اعمل ده، بس انا عشان قلت له انا عايز صوره الواتش واسكت، هو راجل يشكر ان هو يعني اجتهد، ماشي، وصل للنتيجه دي. لكن لما انا اديله تفاصيل اقول له انا عايز صوره مثلا تكون آه عايز ساعه فاخره مثلا، الساعه دي لونها ذهبي، موجوده محطوطه مثلا على مخده، المخده دي فيها نقوشات معينه، حلو. فانا عمال اديله تفاصيل اديله تفاصيل، فبالتالي هو اداني الصوره اللي انا عايزها بالظبط زي ما انا وصفتها له بالظبط. ماشي. طبعا في نقطة مهمة جدا عشان موضوع الانجليش والى اخره، آه دي هنقولها في اخر فيديو عشان بس نسهل الموضوع. طبعا هتقول طب انا هكتب له ازاي؟ انا اقول له لاكشري مينيماليست جولد واتش، اوصلها ازاي دي؟ فانا هقول لك على طريقه كده في الاخر، هي طريقه سهله جدا يعني مش سر قومي هو. طبعا انا نسيت خالص في اخر فيديو ان انا اكمل السر ده. هو مش سر ولا حاجه، لكن الموضوع بسيط جدا، هو انك مش لازم تكون خبير في الانجليش، لكن يكفي بس ان انت تدخل الكلام ده بالعربي وبعد كده تبدا تحول الكلام ده من عربي لانجليش عن طريق شات جي بي تي، وبعد كده تدخل الكلام الانجليش ده للموديل نفسه عشان تقدر تطلع صورة زي ما انت عايز. بس كده، لكن هيسهل عليك الموضوع. انا بس عايزك تركز في حاجة واحدة، هي الفكرة نفسها. ان انا اول حاجة وانا داخل اكتب برومبت لازم أنا احدد انا عايز صورة لايه. فاول حاجة لازم أنا احدد مين بطل المشهد. انا بس عايزك تركز في الحاجات دي. طريقة الكتابة دي ما تشيلش همها خالص، ماشي. طيب بعد كده تاني حاجة اسمها الفريمنج بقى. بطل المشهد ده عايزه يبقى عامل ازاي، في صورة عاملة ازاي، الفريم عامل ازاي. فبالتالي اللي هو الإطار، هل أنا عايز أركز على المنتج نفسه أو على الشخص نفسه، ولا أنا عايز أركز على المكان اللي ورا الشخص؟ فدي بتيجي حاجة اسمها فريمنج. يعني إيه؟ أشهر ثلاث حاجات في الفريمنج، وطبعا في حاجات تانية كتير جدا بس أنا بلم لك الموضوع بشكل مختصر. في حاجة اسمها كلوز أب، في حاجة اسمها وايد شوت، في حاجة اسمها طبعا دي للأشخاص اللي هي الفول بادي، دي مشهورة جدا يعني. طيب الكلوز اب دي لو انا عندي منتج وهصور المنتج، حلو، واقول له مثلا ان انا عايزك تعمل لي كلوز اب على المنتج ده،
فبالتالي هو بيقرب قوي من تفاصيل المنتج ده لو انت عايز تبين للكلاينت بتاعك تفاصيل المنتج. طيب لو انا مثلا عايز اعمل صورة وايت شوت، لو انا عندي مثلا منتجات كتير جدا وعايز المنتجات دي تكون جنب بعض كده هنا، حلو، في صورة وايت شوت. وايت شوت دي صورة بالعرض كده، صورة أفقية، تمام. وطبعا دي استخدامات كتير جدا. في مثلا حاجة تانية زي الفول بادي مثلا. تخيل معايا مثلا لو احنا عايزين نجيب صورة لصحراء تكون الفريم بتاعها وايت شوت، حلو، والشخص ده يكون واقف في الصحراء مثلا ماسك كشاف، حلو، او واقف في نص الصحراء مثلا. فانا مش هقدر احط ده كده مثلا في صورة كلوز اب، لا، لازم تكون الصورة اللي هو هيتحط فيها تكون وايت شوت. ماشي. فدي اشهر 3 فريمات منتشرين جدا وهتستخدمهم كتير جدا وانت شغال. طيب نخش على حاجه تانية. هنا بقى في نقطه مهمه جدا هنطبقها بقى. احنا تعالى نطبق احنا قلناه عشان في حاجه بين السطور. انا هنا قلت له انا عايز صوره ميديوم شوت، طبعا ده يعتبر حاجه اقل من الوات شوت شويه. ماشي. ليه؟ حددت له السبجكت، انا عايز راجل بروفيشنال ديزاينر قاعد بيشتغل، حلو الكلام. وقلت له كمان انا عايزه يكون فين، انا عايزه حتى قلت له انا عايزه في السنتر، عايزه يكون في النص في منتصف الديزاين، حلو. بس انت تيجي تقول لي ايه ده الاي اي ضحك عليك واداك صوره مش في النص. إيه يا باشا، النص اهو، هو فين بقى في النص ده؟ بص كمل بقى عشان دي معلومه مهمه جدا هتفيدك جدا لو انت شغال في تصميمات السوشيال ميديا. دلوقتي انا هروح بس اغير الكاميرا واجي لك، البطاريه بتخلص. طيب يا عزيزي رجعنا تاني ان انت بتعمل برضه يعني حتى برضه البطاريه بتخلص. يا سبحان الله، اروح ابدل البطاريه واجي لك تاني يا عزيزي. قول لي بقى يا لهوي. طب دي انا كل ما اجي احط كده يا لهوي دي. اخيرا يا عزيزي، اخيرا ظبطنا موضوع البطاريه ده، واتمنى ان احنا نكون الدنيا ظابطه معانا يعني. طيب طبعا احنا كنا بنقول ايه، الناس اللي شغاله في السوشيال ميديا، فانت الديزاين بتاعك مش مجرد بس صوره وخلاص، لا، انت بيكون في حاجه عندك، حاجه اسمها تي او في، عندك مثلا في لوجو، حلو. فانت محتاج مساحه فاضيه. المساحه الفاضيه دي اسمها ايه؟ اسمها نيجاتيف سبيس، حلو. فلما انا قلت له انا عايزك تحط لي نيجاتيف سبيس او مساحه فاضيه على اليمين، فهو فعلا هو حافظ على المشهد اللي انا طالبه منه، ماشي. وبالتالي اداني مساحه فاضيه عشان اقدر ان انا اكتب عليها التي او في بتاعي. فدي نقطه مهمه جدا يبقى خلي بالك منها يعني. او حاجه كمان بقى من ضمن الحاجات المهمه جدا الا وهي فكره الكاميرا انجلز او زوايا الكاميرا. هنا بقى يعني عشان بس ما نقعدش نرغي كتير، انا هنا مجمع لك اشهر الزوايا. خد بالك من حاجه مهمه جدا انا عملت لها سكيب وهرجع لها تاني دلوقتي، وهي فكرة لغة المشاعر. ايه بقى ايه لغة المشاعر دي؟ بص، اي زاوية كاميرا هي بتوصل رسالة معينة او بتوصل شعور. خط ايه يعني؟ شعور معين. الخط ده يدخلني، بص، ما علينا. فبالتالي مثلا اشهر حاجتين وبعد كده انت تكمل في الباقي، يعني انا هقولهم لك. عندنا مثلا حاجه اسمها اللو انجل، وهي الكاميرا اللي هي من تحت لفوق. حط نفسك انت مكان عين الكاميرا، حلو. يعني انا بالنسبه لي الكاميرا دي، الزاويه اللي انا فيها دلوقتي دي اسمها زاويه لو انجل، لان انا شايفها انا تحت وهي فوق، ماشي. ده من عيني انا، يعني انا الزاويه من عيني انا لو انجل. طيب لكن لو هنلعب على حتة الهاي انجل، فالزاوية اللي انا فيها دي برضو من عين الكاميرا هاي انجل، لان هي فوق وانا تحت. فلو من فوق لتحت هاي انجل، من تحت لفوق لو انجل. حلو الكلام، حلو الكلام. اللو انجل بقى والهاي انجل بتوصل مشاعر مختلفة. يعني اللو انجل دي هتوصل مثلا احساس بالفخامة، لو انا عايز مثلا اعرض المنتج بتاعي كده في شكل كده محطوط كده، الزاوية من تحت لفوق ان هو حاجة فخمة كده، حاجة ليكجري، حاجة كده جامدة جدا، فاهمني. فبالتالي ده بيوصل احساس بالفخامة، حاجة انت بتبص لها من تحت لفوق، حلو. طب لو حاجة هاي انجل، برضه ساعات بنستخدم مثلا عايزين نبين ضعف مثلا، واخد بالك انت، موقف ضعف او ايا كان. طبعا في تفاصيل كتير جدا، لكن لازم تبقى فاهم القاعده الاساسيه انه، وده طبعا انت مطالب بيه ان انت تدور وتكمل بعد الفيديو ده، وهو ان كل زاويه ليها استخدام معين عشان بتوصل شعور معين. حلو. طيب وده برضو الحاجات اللي كانت عامله لبس في الموضوع، وهي فكره البيردس اي او عين الطائر. انا كنت في الاول كنت فاكر، انا كعاصم كنت فاكر ان الهاي انجل هي نفس فكره البيردس اي. طبعا الموضوع مختلف تماما، هي هاي انجل بزاويه، لكن بيردس اي هو فوق منك على طول، هي فعلا عين طائر. خد بالك برضو ان انت الحاجات دي كلها انت ممكن تحركها. يعني الصوره دي انت ممكن تحركها، والصوره دي انت ممكن تحركها، والصوره دي انت ممكن تحركها. فانت لو عايز الزاويه مثلا زي البريس اي دي مثلا تتحرك، عباره عن العربيه بتتحرك والكاميرا بتمشي معاها والسحاب بيتحرك ايا كان بقى، فاهم الموضوع ماشي ازاي.
فكل زاويه ليها استخدام معين. طيب في برضو حاجه اسمها التلات ارباع فيو. التلات ارباع فيو دي، او اللي احنا نقدر نقولها يعني ان هي الزاويه اللي هي ب 45 درجه. تمام. دي كانت ترند طالعه فتره ان انت تبقى واقف كده بجنب، فاهم؟ يعني واقف كده مثلا بجنب وبتاع، فعشان الزاويه تبقى بجنب هي فكره تلات ارباع فيو. في برضو حاجه تانية، حاجه اسمها الاي ليفل، ودي ان انا والسبجكت اللي قدام مني على نفس مستوى النظر. ودي قالوا ان احنا ساعات بنستخدمها لو انت عايز تعمل حاجه زي الند كده، ان مثلا لو انت عايز تعمل منتج في اس منتج تاني حلو، فتحط المنتجين دول على نفس المستوى بتاع النظر بتاعهم، حلو، على نفس المستوى، عشان يبقى عارف انت اللي هو وكأن ملاكم مع ملاكم. كان في صورة الصمنيل اللي فاتت كنت انا بلاكم الاي اي، حلو، فاحنا الاتنين على نفس مستوى النظر، على نفس المستوى، فبالتالي ده بيدي احساس اللي هو ان حاجه ند حاجه، فاهمني؟ حاجه بتنافس حاجه. طيب طبعا انا بقول لك انا بتكلم بشكل مختصر جدا علشان انا عايزك تكمل بعد الفيديو ده، عايزك تدور بعد الفيديو ده، عايزك يعني تكمل بقى لو انت عايز تفهم اكتر في الزوايا، فسرش اكتر. انا بدي كبسوله كده مختصره عشان لو حد مش فاهم اي حاجه يبقى عارف دي اسمها ايه ودي اسمها ايه ودي اسمها ايه، عشان لو انت بتتكلم الاي اي وانت بتكتب في البرومبت لازم تكون فاهم انت بتقول له ايه. من ضمن الحاجات المهمه برضو حاجه اسمها الدبث او البعد الثالث او العمق عامه. في فرق من الحاجات اللي مش لذيذه ان انت تعمل صورتك حاجه اسمها فلات. فلات دي يعني ايه؟ يعني عارف انت اللي هو حاجه مثلا جايب صوره عربيه، ماشي، العربيه دي رحت حاططها كده على الايه، على التصميم، وخد اتفضل التصميم بقى جاهز. ده طبعا تصميم مش ألذ حاجه. حاجه اسمها فلات يعني تحس ان هو كله حته واحده كده، ماشي. لكن لو انت لعبت في حته الدبث دي اللي هي فكره ان انت تعمل عمق في الديزاين بتاعك. يعني ايه عمق؟ يعني تلعب على ثلاث طبقات. هما الثلاث طبقات دول بقى حاجه اسمها الباك جراوند، وحاجه اسمها الميد جراوند، وحاجه اسمها الفور جراوند، ماشي. الباك جراوند ده غالبا بتبقى البيئه المحيطه اللي هو المكان اللي المنتج او الشخص واقف فيه. والميد جراوند هو المكان اللي انت بتحط فيه الشخص او المنتج. والفور جراوند ده بقى الحاجه اللي قدام، سواء بقى انت عايز تحط مثلا بلور او ايا كان، عشان تعمل بس في ايه، في حاجه قريبه من العدسه بتاعت الكاميرا وفي حاجه بعيده، فانت بتعمل عمق. تمام. تعال نشوف مثال بسيط. المثال ده انا لعبت على ثلاث حاجات، لعبت على الفور جراوند، لعبت على الميد جراوند، لعبت على الباك جراوند. في الفور جراوند انا قلت له انا عايز ايه، انا عايز ورق شجر بس يكون عليه بلور، فادي يا باشا الفور جراوند. بعد كده في الميد جراوند قلت له والله انا عايز ايه، انا عايز ريد كوفي كاب، يعني فنجان قهوه كده لكن يكون لونه احمر. طبعا هو هنا ارتجل من دماغه لكن هو عمل حاجه زي ما انا عايز. وقلت له انا عايز في الباك جراوند بقى اضواء كده في الباك جراوند، لايتس في الباك جراوند. فاذا انت كده عملت عمق في الصوره ما بقتش حته واحده، الصوره بقت في حاجه قدام العدسه، في حاجه ورا العدسه، في حاجه في النص، في حاجه بعيده، في حاجه قريبه. وده بصراحه بيكون بروفيشنال اكتر من الصور الفلات اللي هي بتبقى حته واحده دي. تمام. طيب نيجي بقى لاهم قاعده، والقاعده اللي بتكسرها طبعا كل السناتر التعليميه اللي موجوده في مصر، وهي قاعده ان يكون في بالانس في التصميم، ويكون في مساحه فاضيه عشان التصميم يتنفس. فالاتزان البصري عندنا هو الفكره بتاعته ان هو ايه، ان انا بوجه عين المشاهد للمكان اللي انا عايزه يشوفه، للرساله اللي انا عايز اوصلها له. تمام. طيب ازاي؟ بص، في حاجات مشهوره جدا في المجال عندنا، حاجه اسمها رول اوف سيرفيس. يعني ايه؟ اللي هو تقاطع اربع نقاط. بيقولوا ان اي حاجه هتتقاطع مع الاربع نقاط دول هيكون دي، لان بيقول لك العين اكتر مكان العين بتشوفه هو تقاطع اربع نقاط دول. فبالتالي اي حاجه بتتقاطع في الاربع نقاط دول فانت لازم تبقى ضامن ان العين هتشوفها اول حاجه، ماشي. فدي قاعده انت ممكن ان انت تركز عليها، تقول له مثلا انا عايز المنتج بتاعي او السبجكت بتاعي يكون محطوط طبقا للقاعده دي اللي هي رول اوف سيرفيس، ماشي، عشان يحط لك المنتج في الحته دي بحيث يبقى انت عامل عليه فوكس والعين تشوفه اول حاجه. طب الحاجه التانيه حاجه اسمها سيمتريكال. السيمتريكال ده اللي هو لو انا جيت قسمت التصميم ده بالنص، فبالتالي الجزء اليمين هيبقى زي الجزء الشمال بالظبط، وان العناصر اللي موجوده هنا زي العناصر اللي موجوده هنا. طب في حاجه تانية، او في حاجه تانية حاجه اسمها اسيمتريكال. ايه بقى الاسيمتريكال دي؟ دي عباره عن ايه؟ عباره عن ان الجزء اليمين هو قد الجزء الشمال لكن مش شبهه، والعناصر مختلفه. زي ايه بالظبط؟ زي الفكره دي بالظبط كده اهو، الجزء اليمين قد الجزء الشمال لكن العناصر فيه مختلفة، فده اسمه ايه اهو، asymmetrical balance. تمام تمام. طيب نرجع تاني لموضوعنا يا عزيزي الفنان. ايه بقى الحاجة اللي بعد منها؟ تعالى بقى نطبق احنا قلناه. انا قلت له انا عايز ايه، انا عايز symmetrical shot، عايز الصورة تكون symmetrical. لو انا جيت قسمتها في النص هيبقى اليمين قد الشمال بالظبط. luxury red car،
انا هنا حددت له السبجكت نفسه نوعه ايه ووصفه ايه، تمام، وموجود فين كمان. بس فقدر ان هو يطلع لي بالصوره اللي انت شايفها دي زي ما انا عايز بالظبط. حاجه بقى مهمه جدا جدا وهي فكره اللايتنج، الاضاءه. الاضاءه دي هي تعتبر اللي بتدي مود للديزاين بتاعك، وبرضو كل مود بيدي احساس معين، بيدي رساله معينه، بيدي شعور معين، تمام. زي ايه بالظبط؟ بص هنا، انا عندي في اتنين مود صراحه هما لذاذ جدا ومشهورين جدا جدا، وبصراحه بيودوا الديزاين في حته تانيه خالص. عندي اتنين مود مشهورين جدا في الاضاءات. في حاجه اسمها سينيماتيك لايتنج، زي ما شايف كده بيودي لك الصوره في حته تانيه خالص، اضاءه سينمائيه جدا، حلو، طبعا بالكواليتي بتاعتها بكل حاجه، وبيقدر ان هو الاضاءه دي، بص حتى بص التفاصيل، السينيماتيك بيدي تفاصيل حلوه جدا جدا للديزاين، ماشي. وحاجه اسمها الفولومتريك لايت، اللي هو شايف انت خطوط الضوء دي اسمها فولومتريك لايت، تمام، برضو بتودي الديزاين في حته تانية خالص، حلو. يعني مثلا ده هيفيدك لو انت مثلا يعني عندك منتج معين عايز تاخده بشكل سينمائي، فتقدر ان انت تستخدم المود ده في الاضاءه اللي هو مود سينماتيك او الفولومتريك لايت، تمام. طيب تعالى نجرب كده ونشوف. هنا مثلا انا قلت له انا عايز دراماتيك مود، خد بالك انا قلت له انا عايز المود يبقى مود درامي، ماشي. سينماتيك لايتنج برضو اضاءه سينمائيه، ويكون فيه هيفي ريد ريم لايت. الريم لايت ده اللي هو اللي بيكون على الحواف ده، انا شايف كده، وهو هيفي جدا. وكمان ضاف حاجه اسمها الفولومتريك سان بيمز، اللي هو عباره عن، شايف انت الخيوط الضوء بتاعت الشمس دي، هي دي الفولومتريك سان بيمز، حلو. بس فالقاعده اللي انا عايز تركز عليها هو انك كل ما انت كنت تفصيلي كل ما انت هتقدر تاخد الحاجه اللي انت عايزها بالظبط. حاجه اسمها البطل، بطل واحد. يعني ايه بطل واحد؟ يعني فكره الفوكس، ان انت عايز تركز على حاجه واحده بس، وانت برضو تقدر ان انت تضيفها في البرومت بتاعك على فكره. عشان الديزاين بتاعك لما بيكون فيه حاجات كتير جدا وانت عايز تعمل فوكس على حاجه معينه، فلازم تفوكس او تعمل بلور على كل الحاجات اللي غير الحاجه اللي انت عايزها، عشان العين ما تتشتتش وهي بتشوف الديزاين نفسه. تعالى كده نشوف. انا عندي فيه طبعا تو افكت. في حاجه اسمها بوكيه افكت، طبعا مش بوكيه ورد عشان الناس اللي هتحب تتهزر يعني، ماشي. هو اسمه كده. ده عباره عن ايه؟ شفت انت الصور اللي هي عباره عن تبقى المدينه كده، المدينه دي فيها اضاءات ليليه وتكون كده عامله دوائر 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 دوائر، او ده اسمه البوكيه افكت، فاهمني؟ اللي هو الدوائر اللي انت شايفها دي كده، حلو. طيب في بقى افكت تاني بلور، لكن هو اقل منه شويه يعني احن منه شويه، حاجه اسمها شادو ديبس. ده عباره عن ايه؟ ان هو بيفوكس على السبجكت نفسه وبيعمل بلور حوالين السبجكت وبيسيح كله في بعضه، حلو. حلو كده. طبعا انت ممكن كمان تحدد تقول له والله انا عايز تعمل بلور على حاجه معينه وحاجه لا. كل ما انت كنت تفصيلي هفضل اكررها، كل ما انت كنت تفصيلي كل ما انت هتقدر تاخد الحاجه اللي انت عايزها. هنا مثلا انا هنا قلت له ان هو يعمل كذا. طبعا هو هنا عمل اتنين افكت مش افكت واحد. اول افكت اللي هو البوكيه افكت، زي ما شايف كده هتلاقي فيه دواير دواير، ماشي. هو بيبقى افكت حاد شويه، فحلو. وعمل بقى اللي هو الشادو ديبس ده برضو على البرودكت نفسه، ان هو عمل هنا ديبس، او بص، عمل هنا فيه بلور خفيف، تمام. وعمل هنا فوكس عشان انا قلت له ان انا عايز افوكس على ايه؟ على البرودكت تكتشر، على الملمس بتاع البرودكت. فهنا في هنا تو افكت زي ما انت شايف، البوكيه افكت والشادو افكت. اخر حاجه ودي تعتبر حاجه كده جميله جدا، وهي فكره الارت دايركشن، او الستايل بتاع الديزاين بتاعك عايز يبقى شكله عامل ازاي. هل هو صور حقيقيه ولا صور 3 دي؟ اه، ما هو البرومبت ده، بص الاي اي بقى بيعمل كل حاجه عشان بس ما ايه ما نروحش ونتوه من بعض، كل حاجه. فانت حدد له بقى انت عايز تعمل ايه. فهنا لو جينا بصينا هنا في حاجه اسمها الفوتو رياليستيك. الفوتو رياليستيك اللي هي تبقى صوره حقيقيه. يعني انت لو بتعمل حاجه مثلا، عايز تعمل حاجه لحضانه مثلا، او عايز تعمل حاجه كرتونيه، فانت هتشتغل على حاجه اسمها 3 رندر. او غير كده كمان، انت لو عايز تعمل المنتج بتاعك بشكل 3 دي فلازم تقول له انا عايز الستايل يكون 3 دي، هو مش هيفهمها لوحده، تمام. والفوتو رياليستيك اللي تبقى الصور الواقعيه، زي بالظبط الصوره دي. الصوره دي طبعا بغض النظر عن المنكرات اللي موجوده هنا دي، ده عصير تفاح، ماشي. الصوره دي تعتبر ايه؟ فوتو رياليستيك، صوره واقعيه جدا، والمود بتاعها عباره عن دارك لوكسجري والى اخره، ماشي. فانت الارت دايركشن لازم تحدد برضو الستايل بتاع الديزاين بتاعك، انت عايزه يبقى شكله عامل ازاي، او عايزه يبقى هو فعلا عايز يبقى الستايل بتاعه عامل ازاي، هل هو 3 دي، هل هو 2 دي، هل هو صورة حقيقية، تمام، والى اخره. وبكده يا عزيزي الفنان نكون خلصنا الحلقة بتاعت النهاردة،
وهي تعتبر اخر حلقه من سلسله المنتدى. اتمنى ان السلسله دي تكون عجبتكم، وباذن الله يعني نعود بفيديوهات اقوى بكتير بكتير بكتير. انا عارف طبعا ان الكواليتي بتاعت الانتاج مش افضل حاجه، يعني يمكن احنا كان في افضل من كده، لكن الدرس المستفاد من الموضوع ده هو انك لازم تجرب وترمي نفسك، ومش لازم تستنى المية في المية. المية في المية مش هتيجي من اول مرة، وانك التطور بيجي وانت ماشي مش وانت واقف. يعني انت هتتطور ازاي وانت واقف تتفرج على نفسك؟ لا، انت اتحرك. ده في حاجة محتاج انت تظبطها. حتى لو خدت بالك هتلاقي ان كل فيديو كان بستايل مختلف، كان بشكل مختلف، كان بزاوية مختلفة. كان في تطور لحد ما في كل فيديو. ويمكن سبحان الله انجح فيديو هو اول فيديو او تاني فيديو اللي انا كنت بجرب فيه الموضوع ده لاول مره. بس فاتمنى ان الرساله تكون عجبتكم. وحاجه مهمه جدا بقى حابب انوه عليها في الاخر، عندك كل تترات، يعني معظم التترات بتاعت المسلسلات بتاعت رمضان السنه دي زي فن الحرب والى اخره والمداح مثلا، او معموله بالاي اي. هل اللي عملها بالاي اي ده ما خدش فلوس؟ لا، خد فلوس عادي جدا. تمام. فانا هنا بتكلم اتنين، بكلم حد عايز يطور شغله بالاي اي، وبكلم حد تاني لسه بيبدأ مشروع ومعهوش بادجت. فاتعلم ده عشان تقدر ان انت تعمله لنفسك. اي نعم انت مش هتعمله بنفس الجودة بتاعت الجرافيك ديزاينر، لان الجرافيك ديزاينر هيكون فاهم كويس جدا وعارف هو بيعمل ايه، لكن الى حد ما هتمشي الدنيا. بس كده. فاتمنى ان الرسالة تكون عجبتكم، واتمنى الصوت يكون طلع مظبوط يعني. وشكرا جدا جدا. سلام.